الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة بيراميدز غدا في الدوري. كل التوفيق للنادي الأهلي إن شاء الله. وطاقم تحكيم بولندي للمباراة بين الأهلي وبيراميدز، مع إن المباراة مباراة الأهلي ولكن اللي طلب بيراميدز. سجلوها عندكم دي علشان بعد كده الأهلي هيحتاجها فيما بعد وهنقول عليها. والنادي الأهلي يكتسح الزمالك 3-0 في الطايرة على أرضه وسط جمهوره في 100 عقبة. وبكده الأهلي فايز على الزمالك في جميع ألعاب الصالات والألعاب الجماعية والفردية خلال سنة 2022 23 واحد لصالح النادي الأهلي. وملك إيفونا يكتسح ابن أسامة نبيه الفرفور في لاعب الجولة 93% ل7% ابن أسامة نبيه. ومرتضى منصور قاعد ومتربع في تطاوله على الخطيب والكابتن أسامة حسني وسيد عبد الحفيظ. وأخيرا الفار، بعد تحطيمه للفار اتحاد الكرة يغرم الكابتن حسام حسن 100,000 جنيه وتصليح الفار أو رجوع الشاشة على النادي المصري اللي عاملة 20,000 دولار أو 20,000 يورو على حسب ما بيقولوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس امرا، دعما لحبيبك واخوك سوبر اهلاوي. لو حضرتك اول مرة تشوفنا او اول مرة تتابعنا تكرم علينا باشتراك في القناة ولايك على الفيديو، والفيديو يعجب حضرتك ان شاء الله. الاهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة بيراميدز غدا. كل التوفيق ان شاء الله باذن الله للنادي الاهلي غدا امام بيراميدز، والفوز والتصدر الدوري كما هو ان شاء الله باذن الله. ملناش دعوه باي حد تاني، ملناش دعوه بالزمالك فاز الزمالك اتعادل، احنا بنلعب باسم النادي الاهلي. وان شاء الله باذن الله علشان تحصل على بطولة الدوري لازم تبص لنفسك بس، مالكش دعوه بنتائج الاخرين. انت انزل اعمل اللي عليك وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا الفوز. وكل الدعم للمدير الفني واللاعبين سواء اي نتيجة حصلت او اي نتيجة كانت، ولكن احنا بنتمنى الفوز ان شاء الله والتوفيق للنادي الاهلي بكرة امام بيراميدز علشان نتصدر الدوري زي ما احنا. سيبكم من حكاية التصدر بفرق الاهداف والكلام الفاضي ده، لان التصدر بالفرق الاهداف ده بيبقى في حالة واحدة بس، الا وهي فرق المواجهات المباشرة فقط لا غير. والاهلي قبل كده طلب حكام اجانب، قال لك لا ما بنجيبش، ولازم قبليها اللي يطلب يكون صاحب المباراة. طب مين صاحب المباراة بكرة؟ النادي الأهلي. ومين اللي طلب الحكام الأجانب؟ بيراميدز. ورغم ذلك اتوافق له وجاب له ودفع الفلوس مين؟ بيراميدز. مع ذلك بيراميدز لعب أمام الزمالك أكتر من 14 مباراة، مفيش غير 3 مباريات بس اللي لعبهم بيراميدز أمام الزمالك بحكام أجانب، منهم مباراة تعادل، والمباراة الوحيدة اللي فاز فيها بيراميدز على الزمالك هي كانت بطاقة تحكيم أجنبي فقط لا غير. غير كده بيراميدز ما أطلبش أي مباراة قدام الزمالك بتحكيم أجنبي. جه قدام الأهلي قال لك هنلعب، وده خير إن شاء الله وحاجة كويسة للنادي الأهلي. وأنا مع بيراميدز إن هو طلب طاقم تحكيم أجنبي، بس يا رب الطاقم البولندي ده يطلع زي الطاقم اللي شفناه في نهائي كأس العالم، او الطاقم اللي قبل كده حكم لمباراة الاهلي والزمالك اللي فاز فيها الاهلي 2-1. هي دي الحكام الاجانب، لكن مش زي الحكم البرتغالي بتاع الماتش السوبر بين الاهلي والزمالك، ده حكم مرتشي 100%. والاهلي يكتسح الزمالك 3-0 في الطايرة في 100 عقبة على ارضهم ووسط جمهورهم، حاجة كده زي الفل. الاهلي كده يا سادة تصدر او فاز على الزمالك بمباريات الناشئين في الالعاب الجماعيه والعاب الصالات والالعاب الفرديه، علشان ما حدش يقول لك كام، 23 واحد في كل المجالات، في كره القدم، في الطايره، في تنس الطاوله، في السله، في اليد. والحمد لله، وربنا يتم المسيره على خير في 2023 ان شاء الله ويجعلها سنه سعيده على النادي الاهلي في حصد كل الالقاب والبطولات. وطبعا كنا قلنا في بداية الحلقة خبر ابن أسامة نبيه لما ملك إيفونا لاعب نادي أسوان اكتسحوا في التصويت. طبعا ألف شكر لجمهور أسوان ونادي أسوان وناس أسوان وشعب أسوان اللي كلهم صوتوا لملك إيفونا. طب فين شعبية نادي الزمالك؟ شعبية نادي الزمالك على مستوى الجمهورية، مش هنقول الوطن العربي ولا أفريقيا. شعبية
نادي الزمالك على مستوى الجمهوريه في ال 30 محافظه ما قدرش تتخطى محافظه واحده اللي اسوان فيها زملكاويه كمان وتتخطاه، ومليك افونه يكسب لاعب الجوله بفرق 93%، فرق شاسع، ده اكتساح 93% قصاد 7%. الف مبروك لافونه والف مبروك لاسوان، وان شاء الله بكره اسوان يعمل المفاجاه ان شاء الله ويفوز على الزمالك باذن الله. ويا سادة حسام حسن وتغريمه 100,000 جنيه على تكسيره شاشة الفار. الشاشة بتاعت الفار اللي بيروح يبص فيها الحكم محمد حسام حسن راح ضربها كسرها وشكرا على كده، تم تغريمه، وهيتم لو ما دفعش ال 100,000 جنيه هيتم ايقافه، وهيتم دفع ثمن الفيديو اللي اتكسر او شاشة الفيديو اللي اتكسرت اللي هي 20 مقدرة ب20,000 يورو على النادي المصري، والنادي المصري هيدفعها، ولو ما دفعهاش في غرامات تاني وايقاف للنادي المصري. كلام جميل. وفي الختام يا سادة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وقبل الاشتراك في القناة واللايك على الفيديو ان شاء الله. خليكم معانا وهنشوف تطاول مرتضى منصور على رئيس النادي الاهلي. مين في الدولة بيحمي مرتضى منصور؟ الله اعلم، لانه كده تطاوله عدى كل الحدود. امبارح طلع يهلل واتكلم وسبب الام والاب، وده ما يرضيش ربنا ولا يرضي الناس ولا يرضي المستمعين ولا يرضي المتفرجين اساسا ان حد يطلع يسبب الام والاب كده ويشتم. مرتضى منصور عدى كل الخطوط الحمراء بصراحه، تعدى وتطاول بكل الالفاظ امبارح على الكابتن اسامه حسني والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي الاسطوره والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. فكده مرتضى منصور انا ما اعرفش هل كرم جبر عاجبه الكلام اللي بيحصل ده في قناه نادي الزمالك او بيطلع يقوله مرتضى منصور. وفي الختام يا ساده ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي حاجه كنا عايزين نختم بيها. سلام.